بقولك ايه؟ اوعي تفتكري لما تبقي ست ب100 راجل وتعملي كل اللي عليكي، وكل ما ينطلب منك حاجة تقولي اعمل، بعرف، ده انا بقوم بكل حاجة، ده انا بعمل كل حاجة، وترجعي في الاخر تشتكي وتقولي ايه ده؟ طب هو بيعمل ايه؟ لما انا بعمل كل الحاجات دي هو بيعمل ايه؟ وخليتي دوره بس مجرد شخص عمال يشتغل ويجي يصرف، اللي بيطلب منه بيعملك مصاريف لا اكتر ولا اقل. طب ما انت بتعرفي تعملي كل حاجه وانت لغيتي دوره، وكل حاجه بتطلب منك بقيتي انت اللي تقومي بيها. مش انت حابه تبقي جدعه وحابه تبقي ب100 راجل؟ خلاص، شيلي والبسي. فاكره هيجوا يقولوا لك شكرا؟ ولا هيجوا يقدروك يقولوا لك كتر الف خيرك، ده انت مفيش منك اتنين، ده انت ما حصلتيش. وبعد كده تتفاجئي ان كلمه الشكر والتقدير اللي اتقالت لك هي هو انت كان حد طلب منك حاجه؟ هو حد قالك ان انت تعملي اصلا؟ ما انت بتعملي من نفسك. هي دي كلمة التقدير اللي انت هتلاقيها، وهو ده في الاخر اللي انت هتاخديه، رغم ان انت مش مستنية كده خالص. انت فاكرة بقى ان الناس ايه، هتحطك فوق راسها ويقولولك ده انت بنت ما حصلتش، احنا ما شفناش كده قبل كده. لا، هما ما شافوش فعلا، لان هما كل اللي محتاجينه ست، مش بنت ب100 راجل، ولا دورك انك تكوني بنت ب100 راجل. انت دورك تبقي ست، تبقي انثى بكامل انوثتها، تعرف امتى تهتم وتبقى جدعه، وتعرف امتى تبقى انثى بكامل اناقتها، وتبقى شيك، وتبقى رقيقه، وتبقى رومانسيه. هو ده دورك، وده الدور اللي انت لازم تهتمي فيه. اوعي تعملي دور مش دورك وبعد كده ترجعي تندمي وترجعي تعيطي وتقولي ان انا ما اتقدرتش وما اتشفتش. ما هو شايفك راجل زيه، لان انت لغيتي دورك. انت لغيتي دورك ولغيتي دوره هو كمان في حياتك، فابتدى يشيلك اكتر واكتر، لان انت مش محتاجاه في حاجه. ما هو شايفك بتعملي كل حاجه، يبقى انت هتحتاجيه في ايه؟ ولا هو اصلا هيحتاج منك ايه؟ الدور اللي هو محتاجه منك من اهتمام، من تقدير، من انوثه، انت ما بقاش موجود. انت طاقتك الانثويه اختفت، وبقيت الحمد لله عندك طاقه كلها رجوله. رجوله، بقيتي تقومي بدوره، وبقيتي لاغيه دوره نتيجه ان انت اللي بتعملي كل حاجه، وبقى هو كمان مبسوط لان انت شايله الشيله كلها لوحدك. فشيلي بقى. جايه النهارده بتعيطي تشتكي ليه؟ تعالي بقى هاتي واحده تانية ما بتعملش اي حاجه، وما بتحاول انها تقول انها ما بتعرفش تعمل، بس تقدر تهتم وتقدر تدلع وتقدر تهشتك. شوفي هتتحط ازاي فوق الراس، شوفي المعاملة هتبقى مختلفة معاها ازاي. دي حسسته بأهميته وبأهمية وجوده لمجرد انها قالت له اصلا انا معرفش. لكن انتي الجدعة اللي شايلة المسؤولية، اللي شايلة الليلة كلها لوحدك، اتركنتي يا حبيبتي على الرف، وكل اللي اتقالك محدش طلب منك حاجة. حددي بقى انتي عايزة تكوني مين فيهم، الجدعة ولا المهشتكة؟